السلام عليكم اللي كيشبركم بيا بي سي ام از باك. مرحبا بكم خوتي العزاز في فيديو جديد وكونسيبت جديد. حبيت نسقسيكم حاجه برك، اسكو نتوما ب50,000 تقدروا تجوزوا بها نهار كامل؟ تقدروا ولا ما تقدروش؟ مال انا في هذا الفيديو تاع اليوم راح نديروا تحدي 24 ساعه ب50,000 برك. وفي التحدي تاع اليوم راح نخيروا بلاصه سبيسيال، وانايا خيرت الجزائر العاصمه هي اللي راح نديروا فيها التحدي تاع اليوم. تسمى خوتي العزاز، قبل ما نبداو نتفرجوا هذا الفيديو راني حابكم توصلوها ل 10,000 جيم في 24 ساعه. على بالي بلي تقدروا لها. اهبط دير جيم، اهبط برك راني نستنى فيك. فوالا يعطيك الصحة، وابوني اذا كنت اول مرة تشوف قناتي. بلا ما نطول عليكم بزاف، ليتس جو. النهار تاعنا بدا على 7 تاع الصباح. نضت من الرقاد، رحت ديريكتومون غسلت وجهي ومن بعد جست للكوزينه باش نسقهوه. بصح لا خوتي، من بين الشروط تاع التحدي تاعنا لازم ما ناكلش عفسه باطل، تسمى لازم نشري كلش من برا. يلا تبعوني. خرجت برا والجو كان ما يعجبش، كنت خايف يخسر لي لا جورني تاع اليوم. بدات تطيح الشتا ومزيه الواحد دار احتياطات تاعو، مزيه الواحد دار حساب وجاب البارابلوي. موراها ديماريت ديريكتومون الكافيتيريا، جبت فيها واحد كرام وواحد بتي بان وبديت نسقهوه. صراحه ما عجبنيش كاع الحليب تاع هذيك القهوه، مي تحتمت عليا نكملو باسكو راه مخلص بالدراهم. واحد كرام وبتي بان سقامولي للزوج ب6000، وهكذا بقات لنا 44,000. زعما نقدروا نكملوا بها هاد لا جورني. الله اعلم اذا تكفينا ولا لا. المهم حكمت الديريكسيون تاعي مباشره الى الجزائر العاصمه. الرحله هذيك سقمت لي 8,000. المهم ان شاء الله برك ما نلقاوش سيركيلاسيون في الطريق، باسكو مع اللي يدير لي زاري بزاف نباتوا في الطريق على بالكم. بعد رحله دامت لي ساعه ونصف، في الاخير وصلنا للوجهه تاعنا. مي كاينه حاجه صبر تلمو ما كنتش جايب كامل الخبر، غلط في الطريق. ماشي غلط على بالكم بلي هي نورمالمون مازال لي اري وانا هبط في اري قبل. معليش تما ما كان عليا تماك غير نعاود نولي نحكم المترو ونروح للوجهه تاعي. دخلت لداخل، رحت جبت فيها تيكي اللي سقامني ب50 دينار. هذه تصارى لي ما نحبهاش، يلا غالب واش راح دير. المهم استنيت المترو حتى نجا، ركبت وديماريت للوجهه تاعي. موراها ب5 دقائق هكذاك ديجا وصلنا البلاصه اللي نحوسو نروحو ليها. ومادام لحقت بكري قلت علاش ما نشوفش كاش بلاصه نريح فيها ونستنى حتى نلحق وقت الفطور. وانا رايح جست على واحد الطلعات ما يخلصوش، سيرتو الدروج نهاري لحقت عنده قلت ولد عمي قلبي خرج. انا طالع تقول اني نخدم في سيونس جومبا، ماشي اللي حاب ينقص في الميزان يجي هنايا. في لافان لحقت البلاصه تاعي وما لحقتش عندها اكزاكتا، نزيد نمشي 500 متر للقدام باش نلحق ليها. وصلنا ليها حديقه بيروت. هذه الجنينه جايه في قلب الجزائر العاصمه، جاردان بزاف شابه وزيد نقيه وكالم، ما كاش قال يديرونجيك. وانا واحد من الناس جيت ليها غير باش ندير لكم فيديو الاز. المهم خاوتنا لقينا بلاصه نريحوا فيها شويه، نجيبوا الوقت حتى 12 ولا حتى نلحق وقت الفطور. وانا مريح في الرحله تاعي جبت واحد 2 صوالح امبورطون شدوا لي نهار كامل. الحاجه الاولى واللي هي قرعه ماء. الماء تريز امبورطون خوتي، الماء هو كلش. ربي قال لك وخلقنا من الماء كل شيء حي، وما كاش كيما حاجه صحيه. وجبنا بيان سور قرعه افروي خويا احشم. بون خوتي هذه راح تشد لي نهار كامل، نص راح نخليه للفطور ونص للعشاء. والحاجه الامبورطون ثاني اللي هي كارو دخان باش نجيبو به النهار. وقيل حسبالكم صح، هذا العفن يضرك في الصحه تاعك، غير خطيكم من التدخين خوتي. ما كاش كيما حاجه صحيه، الاكل الصحي، دير سبور، العباده، طاعه الوالدين. يا ربي دوك انا ذا كيفاش حلسقوه. ملاحظه خوتنا، الكارو تاع الدخان لقيته صدفه برك، تما ما راش داخل في الحساب تاع 50,000. المهم خوتنا هاد الزوج، هذه سقمت لي ب60 دينار وهذه ب30 دينار، تسمى للزوج 9,000 وهكا بقات لنا 22,000. هو ما شكيتش حينجحنا هذا التحدي خوتي. يتسمى ترونسبور وشيه مشروبات راح تنوص 50,000. دوكا لازم نتقشفوا وبليجي خوتي. ما بدراه مازال الحال، نزيدو نروح نشوفو كاش بلاصه واحده اخرى. دوكا نديكم لواحد البلاصه بزاف شابه، عندها واحد الاطلاله طول كامل على الجزائر العاصمه. ان شاء الله برك تكون مفتوحه هذيك البلاصه. على كل حال دوكا راهي واحد السخانه، مالغريتو راهي سحاب وشتا راهي يطيح، مي واحد الميديتي راهي هنايا. المهم شديت الطريق تاعي ورايح لوجهتنا. من قبل ما نروح لهذيك البلاصه
تزيرت خوتي، تسمى تحتمت عليا نروح للكاج مرحاض عمومي. المهم رحت وقضيت صلاح وخلصت 30 دينار، زدنا خسرنا 3000 واحد اخرى، وهكا بقينا ب 19000. يا ودي روح برك، اليوم نهار غير تاع خساره. بعد ما قضينا اموراتنا جيت مولي للبلاصه اللي كنا رايحين ليها، وعاود جست على الزنايق وطلعت لي فري عيو. في لافان وصلنا للبلاصه تاعنا، ايرو بيتا، وحده من اجمل لي باتيمون في الجي، وهذا الباتيمون يجوها بزاف ناس على جال الفي بانوراميك تاعها اللي تطل على كامل الجزائر العاصمه. ريحت نستنى في لاسانسير حتى وين جات تطلعك حتى للديزيام ايطاج. الا حبيتو تسيو تاكلوا السوشي كاين ريستورون معروفه تماك، وكاين مام حوانت. مي حنا ما جيناش على جال هذه، جينا على جال هذا المشهد الاسطوري. بلاصة شابة وزيد بزاف خلوية، تجي هنايا تريح مع راسك وراك تتمتع بهذا الفيو. مي نسيت ما قلت لكمش حاجة. بالنسبة للناس اللي ماشي ساكنين هنايا، كي تجي طالع في لاسانسير لازم تخلص 2000. تسمى خلصنا 2000. شحال ولينا هكا؟ نعم بقينا ب 17000. انا هنا بديت نحس بالشماخ. واش حدير، هذه عيش التجربه وخليها كيما جات تجي. المهم حنا رانا خلويين، جينا ريحنا شويه هنا وجبنا الوقت او ميم طون. خوتنا ريحنا شويه هنايا، دوكا راهي الوحده وانا بديت نجوع. تما تبان لي وقت الفطور، وهنا تبدا رحله البحث على ارخص وجبه غداء هنا في الجزائر العاصمه. زعما واش تقترحوا عليه؟ نضربوا بيتزا ولا سندويش كاران؟ بان لي سندويش كاران هو المليح، هو اللي يشبع فيه. قلعت نحوس على وين يبيعوا الكاران. عاوتاني انني ميت بالجوع، والبلاصه وين يبيعوا الكاران بعيده عليا ب2 كيلو. ربي معايا وخلاص. وانا هابط قلت نسقسي كاش واحد على كاش طريق قريبه، تلاقيت السلام عليكم يا خو. يا ودي روح خطيني خلينا نرقد. وكملت رحله البحث تاعي. بعد مشيه تاع 2 كيلومتر في الاخير لقيت واحد يبيع الكارانتيكا. اخوكم راح جاب فيها واحد صغير بالفرماج، قام لي 6000. مور هذو كامل ما كان عليا غير نروح نشوف كاش بلاصه نريح فيها وناكل. لقيت بلاصه كالم انتيك قلت نريح فيها، مي كاتبين باللي ممنوع ادخال الاكل والشرب. مي خوكم بيسي كان ديجا غدا صلاح للساندويش، وشربت نص جي وخليت نص العشاء باينه. مور هادو كامل كانت غير 2:30، تسمى مازال الحال. قلت مالا نروح نشوف كاش بلاصه نريح فيها نجيب الوقت حتى العشيه. الوجهه تاعنا كانت شاطئ كيطاني، بلاصه كام تريح عند الروشيات مقابل البحر، تشكيلو همك. يا البحر جيت نحكي لك همي، روح اوسبك روح دي حكايتك بابا بوي. نزيد نفوت الوقت حتى ل5، بعد نروح نسق قهوه ونزيد تبانو نروح، ونعاود نفكركم باللي بقات لنا 11 برك، زعما تكملنا واش بقى لنا من هذا النهار. ريحت ومقابل هذا المنظر شباب. ما كان لا منظر شباب لا والو. انا ريحت هنايا غير باش نجيب الوقت. ضربتها بواحد لاسياس تاع 2 سوايع. بعد ما جات هذوك 2 سوايع تبان لي الحق الوقت باش نديماري. خوتنا كيما راكم تشوفوا راهي 5:10. بان لي هذا هو المومون باش الواحد يديماري، باسكو الحاجه الاولى راني ميت بالجوع. هذاك هو وقت القهوه تاع العشيه، نجيبوا فيها قهوه تشدنا حتى العشاء، ومن بعد يفرج ربي. من ثماك رحت نحوس على كاش كافيتيريا باش نجيبوا فيها قهوه تشدنا هذيك العشيه، وجبت فيها قهوه الله اللي سقمت لي 3000. وهكذا بقينا ب80 دينار. بديت القهوه تاعي، وهذاك الوقت كانت غير 6:30. تسمى ما علينا غير نزيدو نشوفوا بلاصه واحده اخرى نريحوا فيها. مي قبل ما نروحوا لهذه البلاصه نديكم في جوله نشوفوا مع بعض شوارع الجزائر العاصمه. وفي لافا لقينا بلاصه نريحوا فيها ونكملوا فيها هاد العشيه حتى يطيح الليل. دوكا مريح راهي 6:30. ان شاء الله تكون عجبتكم الجوله اللي درتها لكم مقبلات. مازالت عندنا وجهه واحده اخرى، تسمى لازم نخلي حق العشاء وحق الترونسبور، باسكو البلاصه اللي انا رايح ليها دوكا بعيده شويه على اجيسونت، وانا راني باقي ب 8000 برك، زعما تكفينا باش نكملوا هذا التحدي. المهم ريحت في هذيك البلاصه حتى وين طاح الليل. موراها كان لازم عليا نروح نشري حشايه، وبانت لي نروح نجيب الكاران تاع الصباح. على بالي فطرت بها، مي انا بانت لي هذه هي الحاجه الوحيده اللي رخيصه وتشبع. الليل بدا يطيح وانا بديت نعيا، نروحو ندو الساندويش تاعنا ونطلعو ديريكت.
بصح ولسوء الحظ غير لحقت لعندهم لقيتهم كملوا الخدمه وكلش خلاص. راني نشوف فيها باللي راح نبات بالعشاء. شفتوا ذاك الزهر اللي عندي؟ معليش المهم ما نضيعوش الوقت، نروحوا نلحقوا على البيس باش نروحوا لوجهتنا الاخرانيه. حكمت البيس نسقامني ب 20 دينار، وراها غير وصلت دخلت ديريكت للسوبيرات. دخلت نشوف كاش حاجه ناكلها، بانت لي نجيب فرماج ريجيم اللي سقام لي ب5000، وهكذا كنا كملنا كاع دراهم. خرجت من ثماك رايح لوجهتنا وباقيت لي 1000 راك في الجيب. على بالك تتعشى بالفرماج ريجيم؟ هاد البنا يعرفها غير يخلصوا له دراهم كيما انا. وفي لافان وصلنا لبلاصتنا الاسطوريه. احكوا لي على هذا المنظر شباب، بالكون سان رافائيل، ثاني اجمل بلاصه اللي فيها في بانوراميك تطل على كامل خليج الجزائر. بلاصه بزاف شابه كالم وايزولي وماهيش عائليه. المهم انا جيت نريح شويه هنايا ونزيد نتمتع بهذه المناظر الخلابه مع العشاء الفاخر بيان سير. المهم انا كملت عشايا وكملت نهاري، تما ما كان عليا غير نعاود نولي. وهكذا قدرنا ننجحوا في التحدي تاع نجوزوا نهار كامل ب50,000. قولوا لي نتوما ثاني اذا تقدروا تفوتوا نهار ب50,000 وشحال ادنى مبلغ تقدر تفوت به نهار كامل. اي فوالا خواتي، هنا نكون لحقنا لافان تاع هذا الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم الكونسيبت تاع اليوم. كيما شفتوا قدرنا نفوتوا نهار كامل غير ب50,000. اعطوني كامل رايكم لتحت في لي كومونتير، وزيدوا اعطوني دي تشالنج واحد اخرين تاع 24 ساعه راكم حابين نعيشهم. وما تنساوش ثاني تبارطاجيو هذا الفيديو مع كامل صحابكم، وباش تكونوا قراب ليا اروحوا ابونيو في كامل لي بلاتفورم تاعي. انا ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو لي في رواحكم وسلام.